اليوم جبت لكم قصة مرعبة وقعت لواحد الشخص في أعماق الدارك ويب، وكيفاش بسبب الفضول ديالو دمر حياته وحياة كاع الناس اللي كيبغيهم. وهاد القصة غادي نعاودها لكم على أساس وقعت لي أنا باش تعيشوا معايا هاد القصة المرعبة. وغادي نطلب منكم دابا أنكم تثبتوا في بلاصتكم وتركزوا معايا في هاد القصة مزيان. فيلا هون نبدأ. انا ديما كنسمع على هاد الانترنت المظلم او الدارك ويب، كاع الدراري كيقولوا لي انه فيه قصص كتخلع، بحال مثلا تجارب على البشر، قتل المأجورين، كاميرا المراقبه، بحال انك تقدر تجسس على الناس والغرف الحمراء وما غير ذلك. والصراحه كنت كنقول هاد الشيء غير مبالغ فيه وتخربيق ومصاوبينه غير باش يخلعوا الناس وصافي. ولكن واحد الليله وبالضبط مع الجوج ونص نتاع الليل الدار كامله كانت ناعسه، وانا بطبعي ما كيعجبنيش الناس بكري. وهنا بالضبط بقى كيجيني داك النوع ديال الفضول اللي كيزنزن في ودنك وما كيخليكش تنعس كاع. وهنا قلت والله تندخل نكتشف هذا العالم ونشوف واش بصح داك الشيء اللي كيقولوا عليه اولا غير كذوب، اش غادي يوقع كاع. وانا نيتي الصراحه كانت غير من جانب الفضول وصافي، ما كنت ناوي ندير حتى شي حاجه معارضه للقانون. المهم اللي شارجيت داك المتصفح الخاص اللي هو ثور باش يحميني من الاختراق، وراكو عارفين، ودرت الخطوات اللي كلشي كيعرفها باش انك تدخل الدارك ويب. وهنا كي دخلت صادفت اول موقع، وهذا الموقع الصراحه كان غريب بزاف، كله كيهضر على طرق الموت وفيه جثث حقيقيه وتحليلات مرعبه. تما الصراحه حسيت بواحد الغثيان غريب في المعده ديالي، وجاني داك الاحساس ديال انا اش كندير هنا، واصلا ما قدرتش حتى نطول فيه، وزربت في الساعه وخرجت من داك الموقع المرعب وقلت مع راسي واش فعلا داكشي اللي شفتو يكون بصح. ولكن المصيبه فين كاينه هي فاش كملت البحث ديالي وبان لي موقع تاني، وهذا الموقع متخصص في الكاميرات المراقبه المخترقه في العالم كامل، واللي تقدر تشوف كاع الناس شنو كيديروا وتقدر تجسس عليهم. وتما دخلت جانب الفضول وصافي، وبقيت كندوز من الكاميرا للكاميرا بحال شي هبيل. الكاميرا الاولى كانت مبينه صالون خاوي في شي دوله ما كنعرفهاش كاع، الثانيه كان مبين فيها واحد البالكون مهجور. والصراحه كانوا كاع المشاهد اللي شفتهم عاديه، حتى تحت واحد الكاميرات غراب بزاف. واحد الكاميرا فيهم مبينه واحد البيت عامر بالدومه غريبه ومزينين بانوار الكريسماس في واحد البلاصه مظلمه، والمنظر ديالهم الصراحه كان مرعب بزاف. وهنا حسيت براسي كندير شي حاجه ما مزياناش، جالس كنتجسس على خصوصيه الناس وشنو كيديروا. وانا الصراحه جاني واحد التأنيب بالضمير قوي، فانا في البلاصه قررت انني نخرج من هنا ونكليكي على واحد العلامه كحله باش نسد عليا هاد الروينه كامله ونمشي نتكمش في بلاصتي ونسى عليا هاد الصداع الراس وهاد التخربيق اللي كنشوفو. ولكن قبل ما نكليكي عيني غفلات وهبطات لتحت، وكانت تما كاينه واحد الرابط ازرق صغير تحت الشاشه كحله مطفيه ومكتوبه فيها بالانجليزيه بروسيد ويز كوشن، واللي هي توخى الحذر. وهنا عقلي بالضبط كان كيغوت لداخل، هرب سد عليك هاد البيسي، هادشي ما غيجيب لك حتى شي ربح. وتما بديت كنخاف شويه وقلت خفت نكون غنشوف شي جريمه ونولي شريك فيها، ولا شي حد كيعذب شي حيوان. ولكن داك الفضول اللعين رجع ضربني تاني مره اخرى، وقلت واش غيكون كاع وشنو غيصرى كاع الا دخلت لهاد الموقع، باينه فيه شي مشهد تمثيلي ولا شي حاجه اخرى. فهنايا حيدت يدي من داك العلامه وهبطت لتحت فين كاين داك الرابط وكليكيت تما. وهنا الشاشه بدات كطلي شارجي شي حاجه غير شويه بشويه، حتى تفتحات واحد الشاشه اخرى كبيره لدرجه انها غطات لي البيسي كامل. وهنا بقيت كنشوف واحد المكان كان عباره عن بيت مظلم، وكاميرا اللي كانت كتصور واضحه باللي خدامه بالرؤيه الليليه، وفي الارض كاينه بركه كبيره ديال شي سائل كحل. وبقيت كنقن في عقلي بزز هذا غير وقيله ليسونس ولا شي حاجه اخرى، ما يمكنش يكون داكشي اللي في عقلي ياك، لا ما يمكنش، ماشي يمكن يكون الدم. ولكن هنا فجأة بانت واحد الحركة في أقصى اليمين الشاشة لدرجة أنني قفزت في بلاصتي. وهنا قربت وجهي البيسي باش نشوف شكون هذاك اللي تماك، والصدمة الكبيرة هي أنها كانت بانت لي بنت مسكينة غتكون عندها شي 25 عام هكا، وشعرها كان طويل ومسخ بحال إلا كانت كتنتفو بيديها من كثرة الرعب، كانت كتمشى وكتجر رجليها بزز. وواحد الراجل غادي بان لينا موراها كان رقيق وطويل، وهو
اللي كان هازها وكيجرها بزز عليها، وداك الصوت ديال رجليها وهي كتحكم الارض كان كيضرني الصراحه في خاطري. واللي زاد خلعني بزاف هي فاش هزات راسها لجهه الكاميرا، وداك الشيء اللي شفتو الخوت عمري غادي ننساه في حياتي. وجهها كله كان عامر دم، وفمها كان مخيط بخيوط غلاط كحلين ومزيرين على فمها، ومسكينه كانت كتحاول تفتح فمها باش تغوت وتطلب المساعده، ولكن ما كانش كتقدر كاع. ويديها حتى هما عامرين بنفس الدم اللي في الارض. والصدمه هي فاش شفت لتحت ولقيت العدد نتاع الناس كانوا اكثر من 5600 واحد كيتفرجوا في داك اللايف بحال الا عاجبهم داك الشيء اللي كيشوفوه. انا تما صافي ما قدرتش نستحمل هاد الشيء اللي كنشوفه قدام عيني، وهنا نط كنجري لطواليط الخوت وتقيت حاشاكم كاع داك الشيء اللي في كرشي. حسيت براسي حتى انا مشترك في هاد الجريمه، حيت شفت داك الشيء كامل بعيني وما قدرتش ندير والو. صافي تما نط وغسلت وجهي بالماء بارد وجلست في الارض، وعقلي كيتفرقع بالافكار. واش نكوبي الرابط ونصيفطو للبوليس؟ واش غيعرفوا اصلا بعدا اي بي ديالها وغيعتقوها؟ كيفاش غادي ندير في هاد الوحله؟ كيفاش؟ وانا كنفكر وكنحاول نشوف شي حل. في واحد اللحظه صونا تليفوني في جيبي بالجهد حتى قفزت ببلاصتي، وبكثره الخلعه اللي فيا هنا جبت تليفوني بيدي بجوج وهما كيرجفوا. وهنا ملي شفت الابيل حمدت الله لقيتها غير مادلين واللي هي الصديقه ديالي. هنا جاوبتها ديريكت وانا عاد فيا ديك الخلعه. مادلين عتقيني، انا شفت شي صوالح ما كانش عليا نشوفهم. فجاه قطعتني وهي معصبه. واش عاوتاني دخلت لداك الزبل ديال الدارك ويب؟ شحال مره كنقول لك بعد من ديك البلاصه، وراه ما معاهمش الضحك، غتورط راسك في المشاكل. راني شفت بنت فمها مخيط ودمها نازل من الجسم ديالها كامل. عاونيني عافاك، واش نعيط للبوليس دابا ولا شنو ندير باش نعتق هاد البنت مسكينه؟ راني ما قادر ندير والو، عتقيني عافاك. شوف هاد الشيء كيكون غير تمثيل ومصاوبينه بالعاني باش يجمعوا المشاهدين اللي مرض بحالك. سد داك البيسي عليك ودخل تنعس، وغدا نشوفوا شنو نديرو. والصراحه كلامها بردني شويه. وهنا رجعت كنجري للمكتب وسديت عليا داك الموقع ومشيت للصالون كنجري باش نحاول ننعس ونسى عليا هادشي كامل اللي شفته. ولكن المصيبه الوجه ديال ديك البنت وفمها المخيط وفي داك الحاله ما بغاوش يحيدوا لي من عيني كاع، لدرجه بقيت فايق حتى للصباح عاد نعست. ولكن كي فقت بقى راسي كيوجعني وفيا الدوخه، وقلت اجي نخرج للفارماسيان نجيب شي دواء يخفف عليا شويه، باش صراحه راسي كان غيطرطق. وهنا خرجت من الدار ولكن نسيت تليفوني فوق السداري. كنت غادي نولي ندخل باش نجيبو معايا وانا نقول مع راسي معليش الفارماسيان راهي قريب لي شويه نمشي فيه الساعه ونرجع، علاش غادي نعذب راسي ونمشي حتى للدار نجبد داك التليفون. وعقلوا معايا على هاد التليفون مزيان اللي نسيتو حقاش غادي نرجعوا له من بعد. هنايا مشيت جبت الدواء ديالي وتقديت الماكله اللي خاصاني، وكي كملت تقديه وداك الشيء كامل رجعت للدار. وفاش وقفت الطوموبيله ديالي قدام الدار لقيت الباب ديال الزنقه مفتوحه. وايلي انا خليت الباب مفتوحه؟ ما يمكنش، انا عمري في حياتي خليت الباب مفتوحه الصراحه. تما ركابي فشلو، حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك. وانا نهبط من الطوموبيل ديالي وجبت واحد الحديده من الكوفر ديال الطوموبيل ودخلت كنجري باش نشوف شكون اللي دخل لي للدار. ولكن الصدمه ما كان حتى شي واحد. وهنا مشيت كنجري للصالون اللي كان فيه تليفوني وهزيت وعيطت للبوليس ديريكت باش يشوفوا اشنو كان وقع هنا. وانا جالس كنتسناهم باش يجيو. هنا قلت اجي نقلب تليفوني لحد نلقى شي حاجه، وتما طاحت عليا واحد الصدمه اللي جمدات لي الدم في عروقي. لقيت مكالمات خارجه من تليفوني لمادلين مع 3 ديال الصباح، وانا كنت اصلا تما ناعس وما عيط لحتى شي واحد. والمصيبه لقيت ميساجات مصيفط ليها من عندي كنقول فيها مادلين انا ما جانيش النعاس، انا جاي لعندك دابا، خلي لي الباب اللورا مفتوح باش انني ندخل لعندك، راني جاي لعندك دابا. وهي مجاوباني باللي الباب راها مفتوحه، اجي دابا وما تعطلش. الصراحه كي شفت كاع هاد الميساجات قلت فراسي راه ما يمكنش، باينه شي حد كان
في ظهري هز تليفوني فاش كنت ناعس وصفت هاد الشيء كامل لمادلين. ولكن بلاتي علاش مادلين بالضبط؟ انا الصراحه بقيت كنتوسوس وخفت عليها بزاف. هنا مشيت كنجري للطوموبيله ديالي وكسيريت باقصى سرعه لعندها لدرجه انني وصلت تما في ظرف 3 دقائق. وكي وصلت للباب فعلا حتى هو كان مفتوح وانا بديت الصراحه كنشك اكثر. وهنايا قررت انني ندخل وبقيت كنغوت بالاسم ديالها، مادلين فينك؟ ولكن بدون جدوى. حتى شي واحد ما كان تما. حتى فجأة سمعت الغوتة ديالها مكتومة من البيت ديالها الفوقاني. وهنا طلعت كنجري لعندها. وهنا كيف فتحت الباب الصدمة ان الناموسية ديالها كانت خاوية. وديك الغوتة اللي سمعت ما كانتش في دارها كاع، بل الغوتة جاية من البيسي ديالها اللي كان شاعل. هنا قربت الشاشة ولقيت نفس الموقع البارح، ولكن هاد المرة كاين جوج البنات. الأولى كانت ميتة ومرمية في الأرض، والثانية كنظن عرفتوها ياك، كانت مادلين الصديقة ديالي اللي عزيزة عليا بزاف. كان وجهها كله دم وعينيها مساكن مخيطين ومسدودين بخيوط كحلين، وهي كتحاول تغوت ولكن ما قادراش تغوت. بديت كنبكي بحرقة وبقيت مبلوكي في بلاصتي. هزيت تليفوني وعيطت الشرطة المرة الثانية، ولكن جاوبني واحد اخر ماشي من الشرطة. كان شي واحد صوته كان غليظ وكيخلع وقال لي جملة وحدة: كان عليك ما تعاودش تعيط. هنا في البلاصة طاح تليفوني من يدي بكثرة الصدمة وهربت كنجري بحال الهبيل في الزنقة، ودقيت كاع على الجيران كاملين وانا كنموت بالبكا بالخوف ديالي الصديقة ديالي الوحيدة. انا دابا كنكتب لكم هاد الشيء من تليفون الجارة ديالي، والريزو مقطوع عندنا كاملين، حتى من الفيكس ما كيدوش من عندنا، بحال الى هاد الناس عازلين على العالم وكيحصرونا. انا خايف على راسي الصراحة، وما عرفتش واش غادي نعيش الغدا ولا لا. عافاكم الا ما رجعتش وما سمعتوش بيا كاع وسمعتوا هاد القصه ديروها عبره. بعدوا على هاد اللعنه اللي سميتها الدارك ويب، حيت الفضول ديالي هو السبب اللي خلاني انني نوصل لهاد الشيء كامل. عافاكم ما ديروش بحالي.